السلام عليكم. فيديو جديد بنصوره النهاردة من اسكندرية، بنغطي فيه حدث مهم جدا بيحصل في اسكندرية، وهو افتتاح كوبري محمد نجيب او التشغيل التجريبي لكوبري محمد نجيب، واللي طبعا طال انتظاره وطال انتظار الانتهاء من الكوبري، خصوصا لان احنا حاليا 30/8 وخلص موسم الصيف، وطبعا كنا متوقعين ان الكوبري يخلص قبل يعني الموسم ما يبتدى اصلا. المهم الحمد لله ان هو تم افتتاحه النهارده، او تم التشغيل التجريبي له النهارده. بنلاحظ ان الكوبري اشتغل مسار واحد اللي جاي من المنشية ومتجه على المنظرة. لو انت جاي من المنشية باتجاه المنظرة عندك اختيارين، يا تطلع الكوبري باتجاه علوي، يا تنزل من تحت تمشي من الاتجاه السطحي. في الحالتين هتلاقي ان الطريق ما شاء الله واسع وفي سيولة مرورية والدنيا بقت تمام الحمد لله. يعني اللي انا ملاحظاه حتى النهاردة في التصوير ان مفيش زحمة زي الاول على الكورنيش، على المنطقة دي بالذات. مش عارفة بقى علشان النهاردة السبت والمفروض معظم يعني المصالح الحكومية مش شغالة، ولا بقى فعلا ده بسبب تشغيل الكوبري وافتتاح الكوبري. شايفين اهو الشارع رايق قد ايه. ايام ما كنا بنصور قبل افتتاح الكوبري كان الشارع زحمة جدا جدا من ناحيتين. من بعد الكوبري تعالوا بقى نشوف نفق الطفولة السعيدة اللي تم افتتاحه كمان مع الكوبري. هندخل النفق وهنشوفه من جوه قد ايه بقى، هتلاقوه جديد ونضيف. نتمنى طبعا يفضل كده، ما نلاقيش فيه بقى ولا زبالة ولا بياعين ولا الكلام اللي بنشوفه في كل الانفاق. بصوا الجميل هنا ان تم بنى زي حاجز كده ما بين الطريق نفسه وما بين الرصيف بتاع النفق. شوفوا النفق يا جماعه لسه بشوكه زي ما بيقولوا. هننزل النفق ونشوفه. وعلى فكرة نفق الطفولة السعيدة ده نفق جديد اصلا، ما كانش موجود الاول. يعني هو ما كانش موجود الاول تم تجديده، لا ده نفق جديد خالص اتعمل مع الكوبري، طبعا تسهيلا على الناس ان هي تعدي، علشان محدش يعدي من فوق مع زحمة الكوبري بقى وطلعت الكوبري ونزلته. بصوا جمال النفق من جوه وهو جديد، والاضاءة بقى والنظافة بيلمع ما شاء الله. لو فاكرين لو ما كنا بنصور من فوق كنا يا دوب بنشوف السلالم دي، ما كناش طبعا بنشوف النفق من تحت. واللي على شمالنا هنا دي منطقة الإعداد بقى والشغل الخاصة بالكوبري، بيتم فيها صب الكاميرات، وموجود فيها الحديد بتاع الكوبري نفسه، حديد التسليح بتاع الكوبري، فيها أعمدة الإنارة بيركبوها تركيب هناك. ومن هنا بقى منظر الكوبري اهو من ناحية البحر. وطبعا ده افتتاح تجريبي، والكوبري برضو لسه فيه شوية أعمال بسيطة.
ابص عمليه الاناره اللي بقول لكم عليها اهي، بيتم تركيبها هنا علشان بتتفنش هنا علشان تتركب على الكوبري او على طريق الكورنيش عموما. ونكمل لقدام عشان نشوف رؤية كاملة للكوبري. وهنصور نزلة الكوبري كمان من الناحية التانية. وادي هنا نزلة الكوبري او اخر الكوبري من الناحية التانية. واخيرا الف مبروك لكل اهل اسكندرية. هنخلص بقى اخيرا من الزحمة على الكورنيش، وقريبا هيتم الغاء اشارة سيدي بشر وهيبقى فيه سيولة مرورية اكتر في منطقة سيدي بشر على الكورنيش. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو مهتمين باسكندرية وكل اخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.